السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة أقول لكم على 5 طرق نوفر بيها برغم الغلاء اللي طايل الدنيا كلها والأسعار اللي في ارتفاع مستمر. ال5 طرق. أول طريقة إن احنا نقعد كلنا أفراد الأسرة مع بعضينا، صغيرين وكبار مهما كان سن أولادنا، ممكن يشاركوا معانا في التوفير. دي أول بند. تاني بند، الأكلات اللي أولادنا ما بيحبوهاش بلاش نعملها، يعني او حتى ساعة ما بنيجي نعملها نخلي مثلا 3 في الافراد ما بيحبوش اكلة معينة، يبقى نعمل لهم اكلة تانية جنبيها، وطبعا نقلل في الكميات بحيث تكفي بس ال3 الموجودين. تالت حاجة، لما نيجي نشتري الفراخ واللحمة نحاول ننقي الاجزاء بس اللي احنا بناكلها، بلاش تشتري فرخة كاملة. ممكن تجيب المجزئات بتاعة الفرخة، ممكن تجيب البانيه لوحده، تجيبي الوراك لوحديها او الدبابيس لوحديها لو انت ما بتحبهاش كامله. يعني في ناس ما بتحبش غير الدبابيس، ناس تحب البانيه بس. برضو الاكلات اللي ولادنا بيحبوا يشتروها من بره زي البيتزا والحاجات دي نحاول نعملها في البيت. الدهون رابع حاجه ممكن نوفر فيها، زي الزبده والسمنه والحاجات دي نحاول نوجد بدائل ليها صحيه طبعا وموفره، او نعمل الاكلات اللي بتتعمل بدون سمنه وحاجات. المخللات نحاول نعملها في البيت. المحشوات ما نحاول نقلل بقدر الامكان من الشراء من بره. والشيبسات والكاريتات خامس حاجه ممكن نوفر منها كميات رهيبه جدا، لان اولادنا بيضيعوا تقريبا ميزانيه كامله على الحاجات والحلويات والشوكولاتات والشيبس والحاجات دي كلها. اتمنى لكم كل الخير والسعاده.